السلام عليكم. معاكم مطبخ اسماعيل. هنعمله حجازيه. الحجازيه بتتعمل باربع كوبايات دقيق، 2 دقيق ابيض و2 دقيق سميد. عايزه تعملي العكس، واحده ونص واتنين ونص ماشي. قدمي كده، ده هنا كام؟ اه، اتنين. دول اتنين ودول اتنين اهم كوبايتين ونص سكر وكوبايه زيت، ودي خميره ورشه ملح، وده حاجه الحشو هوريها لكم بعد ما نخلص. هنضيف بس الحاجات دي الاول. الدقيق الاول. دي السمين. ده دقيق سميد اهو بقى. ورشه الملح والخميره والزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدخله ببعضيه الاول بس كده، افركه مع بعضيه كاننا بنعمل كحك العيد يا جماعه. كانك بتعملي كحك العيد كده بالظبط. على فكره اللي ما عندوش سمنه ممكن يحط الزيت، يحط صح؟ زيت، يحط سمنه، يحط الاثنين على بعض. المهم ان هي كوبايه، بياخد كوبايه ونص سكر ورشه ملح، معلقه كبيره خميره. بص هنفركه ببعضيه كانه نفس العجينه، تعتبر نفس عجينه الكعك يعني. عجينه الكحك، مش زيها قوي بس يعني شويه. نشربها ببعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نعمل لها مية دافية. على فكره احنا ما حددناش كميه الميه، لو قلنا كوبايتين او حاجه يعني احنا بنعملوها. كملي كده. هنعجنها يعني الميه بالنسبه للميه يعني لا، ما المية حسب ما تاخد بقى. حسب ما تاخد. بس هي المية دافية شوية، مش باردة. دافيه على النار. ماشي. بص كده خلصنا العجينة بتاعتها. العجينة بتاعتها ايه؟ لينة اهي. بصوا كده احنا خلصنا عجينتها. هنحطها هنا تخمر ونعمل الحشو بتاعتها ونبقى نوريها لكم بعد كده. هغطيها كده بس بالمشمع عشان تتركن شويه، ترتاح شويه عبال ما نعمل ده، عشان تاخد وقت شويه في الخبز. قبل ما نعمله الحشوه نوريكم بتتعمل ازاي. دي كوبايه دقيق سميد وعليها 3 معالق قرفه وكوبايه سكر. نقلبهم في بعض. دي الحشوه اللي هتتحط في النص. دي الحشوه بتاعت ما تاخدش الحجازيه. ميه ياما. دي على فكره المفروض تبقى مفروله يعني. فوق شبه الرمله كده. زي ايوه. رمله البحر لما بتيجي تمسكها في ايديك. ماشي. يعني بالراحه، واحده واحده بالميه. ايوه كده. هتضيف لها برضو نقطتين ميه تاني، وبعد كده تعملها بايديها كده، ايه، تفركها بايديها يعني. تبقى مفروكه بس قدامك كده اهي. زي ما انتم شايفين كده. اديها سنه ميه تانيه، اديها سنه. اديها سنه بس، اديها سنه. ايوه كده. نسميها يعني تنسيم الميه على فكره يا جماعه. بس كده. بس هي بتبقى بالشكل ده كده. وان شاء الله باذن الله نعمله احلى واجمل حجازيه. مطبخ اسماعيل. بس دي خلصت. مطبخ اسماعيل. وطبعا انا بضيف هنا ان المدام الصراحه قايمه معايا
كل واجب الصراحة، يعني مساعداني بطريقة مش معقولة. فأنا بشكرها برضو بجهودها اللي هي عاملاها معانا. ميرسي يا سمعة. نخلصه إن شاء الله، والعجينة تخمر ونرجع لكم تاني إن شاء الله، ونشوف احنا هنبدأوها ازاي إن شاء الله. رجعنا تاني يا جماعة بعد ما خمرت اهي، هنوريها لكم اهو. بصوا الخمر بتاعها عامل ازاي. تمام. هناخدوها كده احنا ايه، هنقسموها ان شاء الله زي ما هي كده اهي. معانا واحدة واحدة كده. بسم الله. خدها اهي اهي اهي. الاول نعملها بنفس الطريقة بتاعتنا دي كده. تمام تمام. نحطوها هنا، ندوسوا عليها واحدة واحدة. دي الأولانية، ده الفرش بتاعها في الأول. بصوا يا جماعة، أنا إيه خدتها فرد كده بإيديا أهي زي ما أنتوا شايفين العجينة أهي. تمام تمام. هاجي هنا تاني المعلقة بليلة زيت. تمام. أمشي كده بس أهو أهو زي ما أنتوا شايفين أهو 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 عشان ما يبقاش فيها حرف. زي ما انتوا شايفين اهو. الف الصينيه معايا اهي علشان ما يبقاش عليها ايه فيها حرف اهي. على فكره السمك بتاعها كويس قوي كده، يعني حوالي كده مثلا سنتي كده، يعني زي الصباع كده، زي تخانه الصباع بالظبط اهي. بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين اهي، دورتها كلها ماشي ومنعمه اهي كلها سوا واحد. على فكره انا دهنت الصينيه بنقطتين زيت وشويه بقسماط خفاف يعني. تمام كده. هاخد دلوقتي الحشو بتاعها اهو. احنا قلنا الحشو بتاعها ايه؟ فانيليا، القرفه. تمام. وكوباية بقسماط. التاني من العجينه انا فردتها كده اهو 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 زي ما انتوا شايفين اهي. النشابه اللي تقدر تفردها بايديها تفردها، بس انا شايف ان النشابه هتطلعها سوا واحد يعني. هنيجوا ناخدوها دلوقتي نحطوها على التانية. بصوا يا جماعه اهي التانية اهي. تمام. امسكها بالراحه كده، حطيتها كده اهو. تمام. بصوا يا جماعه زي ما انتوا شايفين اهي. تمام. دي كيسة مشمع مثلا عشان ما تلزقش معاكم في الصينيه ولا حاجه، تدهنوها برضو نقطه زيت على ظهر الصينيه اهو اهو زي ما انتوا شايفين. نجيب المعلقه اهو، اخد المعلقه كده زي ما قلنا بالظبط. طبعا الحتت ديت طلعت معايا وانا بقلب الصينيه، خليني صريح معاكم اهي، اعدلها بالله. اهي الحتت اللي هي ايه ما جاتش معايا قوي وانا بقلبها، اعدلها تاني كده اهي زي دي كده. اخد كده بالمعلقه وانا ماشي املى بيها دي زي كأنك بتزق كده بيها. تمام كده. بعد ما سويناها اخدها كده كده رص كده جنب بعض
طبعا هكمل دي. بعدين خدها بالطول. زي ما انتم شايفين اهي. تمام. وهنبدأ نقطعها. بصوا يا جماعة، انا بدأتها ايه من هنا الأول. تمام. واخدها كده برضه. اللي عايز تقطعها مربع تقطعها. اتأكد ان القطعة ايه، ان العجينة اتقطعت معايا بس. بصوا يا جماعة، احنا بدأناها. انا قطعتها في الأول، بس انا هوريكم قطعتها ازاي. اجي في جنب من الصينية واخد ايه زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعديها اخد واحدة كده مثلا. وبعدين ايه اخد العكس، هيطلع معانا اللي هو ايه المثلثات دي او السمبوكسة ده. تمام. وهندخلوها الفرن وهنشوف بعد كده بعد ما تطلع، ونشوفوا يعني اتظبطت ان شاء الله، تتظبط معانا باذن الله ونرجع لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم، رجعنا تاني اهي بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفينها الحجازيه اهي. بصوا التقطيع بتاعها اهي. تمام. هنسموا الله. بصوا يا جماعه، انا الاول عدت عليها التفريغ برضو بالسكينه تاني. تمام. فانا هاخد كده اهي اهي على قد ما اقدر كده اهي، زي ما انتم شايفين طلعت معايا اهي اهي. تمام. وهبدا اخد ايه على فكره اقول لكم حاجه تانية. ماشي يا جماعه، زي ما انتم شايفين اهو. تمام اهو. اهي اهي. اخد واحده وواحده واحده وواحده اللي انتوا ايه تطلعوا بيها. الطريقه اللي انتوا تقدروا تطلعوا اهو. بصوا القعر بتاعها من تحت اهي. بصوا ده القعر بتاعها من تحت، ده الوسط اهو، وده الوش بتاعها. اهي يا جماعه. بص هي من تحت في الصينيه اهي اهي اهي. بصوا بقت سهله جدا ازاي في ايدينا اهي اهي. هي لسه سخنه، البخار لسه طالع منها اهي. شايف البخار؟ شايفين شكلها حلو قوي اهي. شكلها حلو بجد. اهي في الصينيه بصوا. الصينيه كلها اهي مطرح ما طلعنا وقطعنا اهي اهي بالراحه جدا. بصوا الصينيه بقى من تحت عامله ازاي. شايفين شكل الصينيه؟ لا في محروق ولا في حاجه. اهي اهي. همسكها بقى بايديا. شيلها كده على ايدك اهي اهي الحجازيه اهي. بحاجات بسيطه جدا على فكره على فكره يا جماعه، مش مكلفه. تمام. حاجات بسيطه جدا اهي. هنطلعها طبق دلوقتي، مش مكلفه. اقول لكم المقادير تاني برضو اهي بتاعتها اهي اهي اللي انا طلعتها اهي اهي اهي. وعلى قد العدد معانا. المقادير بتاعتها يا جماعه: كوبايتين دقيق ابيض عادي، وكوبايتين دقيق سميد او بسبوسه، وبتاخد معلقه كبيره خميره ورشه ملح وكوبايه زيت ونص كوبايه سكر. ده العجن بتاعها، وبتتعجن بميه عاديه. وبعد والحشو بتاعها كوبايه دقيق سميد وعليه 3 معالق قرفه وكوبايه سكر
ويا دوب ميه بس كده تاخدي بايدك وتبلي، انك انت بس تبقى عامله زي حبيبات الرمله كده. مفروله يعني. اه معنى كده الكلام مفروله. بصوا يا جماعه انا طلعتها كلها ازاي. اهي اهي قدامنا اهي. اهي اهي امسكها بايديا يعني عشان ما حدش يقول ان هي طريه ولا حاجه، عشان طالعه بس سخنه وانا طلعناها قوام دلوقتي. ادي الطبق بتاعنا وادي بقيتها اهي في الصينيه بحاجه ميت و وربع دقيق. تمام. وب 3 جنيه قرفه. لو عندك في البيت قرفه ولا حاجه ممكن ايه تستعملها مع كوبايه سكر مع كوبايه زيت زي ما انتم شفتوا الوصفات بالظبط، وطلعت معانا بالشكل اللي انتم شايفينه دي حجازيه. وكوبايه زيت اللي هي موجوده في البيت، وحاجه على الاقل مثلا ايه اهي برضو ايه تقضي معانا الغرض باذن الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين الشكل بتاعها اهي، اقربها لكم انا شويه اهي زي ما انتم شايفين اهي. بص ده تحت وده فوق. اه برضو شكلها تاني حلو قوي بصراحه. الصينيه زي ما انتم شايفينها اهي. تمام. بس وهي في الفرن خلي بالكوا عشان هي بتاخدش وقت في الفرن طويل. الصينيه اهي. بص من تحت عامله ازاي. نقطتين زيت مع رشه دقيق سميد. دقيق سميد بس خفيف جدا يعني. اهو